اللقاء تابعنا مع حضراتكم أن دعا سيادة الرئيس إلى الوقوف دقيقة حداد على روح كل الشهداء الذين رحلوا في هذه الحرب. ده الحقيقة فرصة وشيء جيد جدا للهدنة اللي هتبدأ بكرة إن شاء الله، والتوسل ودور مصر ودور قيادة مصر الحكيم اللي كان واضح من أول يوم في أن لا تصفى القضية، وأن يعني لا نقبل بالترحيل أو وجود الفلسطينيين، مش بنقبل، لكن دي قضيتنا، ولا نقبل تصفية القضية. كانت كلمات واضحة من أول يوم. فكان لمصر دور كبير جدا في شروط الهدنة، كمان التبادل الأسرى اللي هيحدث كان لمصر الدور الأكبر والأعظم فيه مع دول عربية أخرى زي مثلا قطر. فبالتالي هتبقى مصر دايما هي الأخت الكبرى، هي التي تساعد. بالمناسبة يعني ده لما بنقوله مش بنقوله علشان نقول احنا بنقدم مساعدات إطلاقا، ولكن المساعدات اللي قدمتها مصر بإحصائيات هي بتفوق عدد المساعدات المقدمة من الدول كلها ومن المنظمات كلها، بتفوقها أو بتعادل 4 أضعافها. فده دور مصر، وإحنا فخورين بهذا الدور، وإحنا هنقف دايما، لأن فلسطين مش قضية دولة جارة أو شقيقة، هي قضية مصرية، ده على مر العصور وعلى مر الزمن. القيادة السياسية الحكيمة اللي بالفعل قدرنا ان احنا نمنح اخواتنا في فلسطين هدنة لتضاء المستشفيات وتعمل الآلات وليأكل الأطفال ولينعموا بمياه نظيفة ولو لأيام. ده اللي احنا وصلنا له، وده اللي احنا ولو راحة مؤقتة تمنح لأهالينا في فلسطين. ده شيء رائع جدا، وده وصلنا له بفضل قيادتنا الحكيمة اللي كلامها من أول الأزمة من يوم 7 أكتوبر لم يتغير إلى أن وصلنا للنهاردة، وهو بداية الهدنة. في إلقاء الكلمة إن احنا اسمحوا لي يعني إن احنا نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين. اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور والفخر أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية. جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبدا. وإن سعادتي تبلغ مداها، وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نسوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا. وكما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا. السيدات والسادة، شعب مصر الأبي، تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود. كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى
شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني، اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة. وقد تشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة. وقد كان قراري حاسما، وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم، ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود. وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق. شعب مصر العظيم، لقد بذلت مصر جهوداً صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات. سياسياً، قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة. كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرياً، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن. واسمحوا لي أن أنا أتحدث قليلاً في هذه النقطة. إحنا المصريين كلنا كنا دايماً لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبداً ولم نشتكي أبداً ولم نطلب من أحد أبداً أي دعم في هذا الأمر اللي أنا بتكلم فيه ده. إحنا دايماً بنقول إن إحنا عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني ما حدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبداً، ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية
نبيلة ورائعة. لكن الأمر مختلف، الأمر اللي أنا بتكلم فيه أمر مختلف. في الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة، وأرضهم موجودة وباقية لهم. لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا احنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا التوضيح اللي تابعناه مع حضراتكم يوم، وتقال إلى الآن هو حرص على القضية وعدم تصفية القضية. ولكن زي ما تفضل سيادة الرئيس وقال إن احنا بنستضيف 9 مليون مواطن من بلاد مش مستقرة ولكن موجودة بأسمائها بحضارتها بكذا، ولكن خروج الفلسطينيين من أرضهم معناها أن لا أرض لهم بعد الآن ولا توجد فلسطين، وده مش هيحصل ولن تقبل به لا القيادة المصرية ولا أصحاب القضية أنفسهم، وهم بيحيونا وهم عارفين كل المساعدات وكل التضحيات. وهذا الموقف الحكيم المحترم جدا من القيادة المصرية، هم مقدرين ده. تابعنا مع حضراتكم كمان الاستعداد لدخول حوالي 500 شاحنة وقافلات مساعدة بتحمل طبعا كميات من الغذاء، من أجهزة التنفس الصناعي، من المواد اللي بيحتاج ليها أهل غزة. وتابعنا دخول الأطفال المبتسرين لمستشفياتنا هنا في على الحدود واللي قدمت ليهم الرعاية. وتابعنا الطفل الجميل اللي طلب ان هو يجي يتعالج في مصر واستجابت له القيادة المصرية وجه ومفتوح قال لكل الأطفال اللي بيحتاجوا مساعدة. أكد سيادة الرئيس أن مصر لم تغلق معبر رفح ولن تغلقه أبدا، وكمان ده مش هيغلق في وجه المساعدات اللي بتقدم لغزة. كمان وضح سيادة الرئيس وقال أن المساعدات اللي بتقدم ما بين 75 ل 80% من حجم المساعدات الكلية، وده اللي أنا كنت بقوله لحضراتكم إن احنا حوالي 4 أضعاف كل المساعدات المقدمة. وده برضو مش موقف لأن احنا بنزايد، ولكن لتوضيح قد إيه مصر فعلا هي الأقرب وهي الجارة وهي اللي أولى بهذا. بالنسبة لموضوع الهدنة اللي طبعا احنا سعدنا بيه جدا، رحب بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا بالوصول لهذا القرار وباتفاق الهدنة اللي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة حماس. قال الرئيس في منشور على فيسبوك: أود أن أعرب عن ترحيبي بما نجحنا به أو نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، وبعد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول لحلول نهائية ومستدامة لتحقيق العدالة ولفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروع. سيادة الرئيس كمان قال: لم تكن الجهود المضنية التي بذلتها مصر خاصة في الساعات الأخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة غريبة أو جديدة على مصر، إذ هي دائما كانت وستظل التي تحمل هموم الشعب الفلسطيني ومعاناته في قلبها وعقلها.
ولا شك في حقيقة أن مصر هي أكثر من دافع عن الفلسطينيين منذ عشرات السنين، وكل من قرأ التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق الأوسط وللقضية الفلسطينية يعرف تلك الحقيقة جيدا. هناك العديد من الإشادات من حول العالم، قادة العالم يشيدون بما بذله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوصول لتلك اللحظة، وهي الهدنة وفكفكة وحلحلة عملية تبادل الأسرى منذ تفجر الأوضاع في غزة. جاءت لترسيخ هذه البديهية التاريخية، وهي أن مصر هي أول من يهب لإنقاذ أرواح الفلسطينيين، وأن هذا هو قدر مصر وهذا دورها الذي لن تتنصل منه أبدا. ولعل الذين تابعوا الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية يدركون مدى الصبر والذكاء والحنكة السياسية والدبلوماسية المصرية أيضا التي اتبعتها هذه القيادة لتحقيق الهدنة، بعيدا عن الانفعال الصبياني أو التهور الذي يضر ولا ينفع. وزي ما سمعنا وشفنا قضية التهجير القسري اللي كانت بتتردد على ألسنة قادة الحرب في إسرائيل، وهي ببساطة كانوا بيقولوا ما يروحوا سيناء، ما يروحوا الأردن، ما يروحوا كذا. مصر أعلنت عن موقفها من اللحظة الأولى لبدء هذه الترهات يعني، فمصر رفضت هذا شكلا وموضوعا وقالت ده مش هيحصل وده تصفية للقضية. إشادة عالمية بجهود مصر وقطر في الهدنة بين حماس وإسرائيل، لقت التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة والوصول لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن. إشادات دولية وإقليمية بجهود مصر وقطر في التوصل لذلك بين حماس وإسرائيل. خلينا نستعرض بعض الإشادات. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة. أستراليا تشكر مصر لدعم المدنيين بغزة، وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية أن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام كان خطوة مهمة وضرورية، ويجب على الجميع العمل من أجل سلام دائم وطويل الأمد. مارك روتا رئيس وزراء هولندا قدم الشكر لمصر وقطر على اتفاق الهدنة وتحرير الأسرى وعلى جهود خفض التصعيد في قطاع غزة. اليمن رحبت بإعلان التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، وأشادت الخارجية اليمنية بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لإعلان هدنة. كمان اليونان رحبت بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين بحسب بيان جورج جيرا بيتر ييتس وزير الخارجية في اليونان.
وإذا كان قادة العالم أشادوا وأعلنوا هذه الإشادة، إلا أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفي يثني فيه على دور مصر في الهدنة بقطاع غزة، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووجه الرئيس الأمريكي الشكر للرئيس على الدور المصري في الوساطة المشتركة التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة. اسمحوا لنا نروح لفاصل، نرجع مع حضراتكم وأهم الأخبار القومية. ونبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار. المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يوافق على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، الإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا في العالم تم إنتاجها في مصر عن طريق الهيدروجين المصنع. جاء ذلك أثناء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وذلك لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تتعلق بهذا القطاع الحيوي. الدولة بملف الصناعة الذي يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة من خلال برنامج محدد لتشجيع القطاع الخاص وتحفيزه لقيادة نمو الاقتصاد المصري. مدبولي زيادة المصانع وتوسع قدراتها الإنتاجية يكشف مدى ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر في البيئة المحفزة للاستثمار في مصر. القباج تشهد فعاليات مؤتمر دعم الجهود الوطنية في تحقيق رؤية مصر 2030 لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية تحت شعار حياة جديدة 10 أعوام من الإنجازات. وزيرة التضامن الاجتماعي الوزارة تسعى إلى تحقيق التمكين الاقتصادي الفعال للأسر ذات الدخل المحدود ليتم الانتقال المرن من التكافل والدعم إلى العمل والإنتاج. مهندس أحمد سمير توجه سياسي خلاصة فعاليات قمة وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بحضور ممثلي الحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي. مهندس أحمد سمير توجه سياسي وقومي للدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي باعتباره ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات العالمية المتلاحقة. وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري، وزير التجارة والصناعة يلتقي نظيره العماني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين القاهرة
ومسقط. وخلال فعاليات قمة مجموعة 20 للشراكة مع أفريقيا بالعاصمة الألمانية برلين، وبمشاركة رئيس البنك الأفريقي والوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة صياغة المستقبل مع أفريقيا ريادة الأعمال لتحقيق الانتقال العادل لمناقشة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة. دكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشمول والرقمنة والتحول الأخضر عناصر رئيسية لترجمة شراكاتنا مع المجتمع الدولي إلى برامج ومشروعات تعاون إنمائي. وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وزير التنمية المحلية يتابع جهود المحافظات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف. اللواء هشام أمنة إزالة 14,043 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 804 فدان، وإزالة 1972 مخالفة بناء على مساحة 447 ألف متر مربع. وزير الإسكان تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة. صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن يتم حاليا تنفيذ الأعمال الأخيرة بمشروع جنة بمدينة دمياط الجديدة بإجمالي 87 عمارة، مشيرا إلى أن هناك توجيهات لرئيس جهاز المدينة بالمتابعة المستمرة والاهتمام بجودة التنفيذ. ووزير الصحة يعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتقديم الدعم الصحي لمصابي قطاع غزة. عبد الغفار تم تقديم الخدمات الطبية ل 9447 حالة من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة حتى اليوم. وزيرة الهجرة تلتقي الجالية المصرية في الإمارات لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشارك عبر فيديو كونفرنس باجتماع لأكثر من 150 من العمال المصريين بالمملكة العربية السعودية بالقنصلية بالرياض. وزيرة الهجرة نتطلع لمشاركة كثيفة من مواطنينا بالخارج في الانتخابات الرئاسية. مشاهدينا، ده كان آخر خبر معنا في أخبارنا القومية. نذهب إلى فاصل ثم نعود. في فقرتنا القادمة نتجول مع حضراتكم بين أخبار المحافظات.
اسمحوا لنا نبدأ مع حضراتكم تقريرنا المصورة، وتقريرنا الأول عن اليوم العالمي للتلفزيون. وهذا اليوم اللي حددته منظمة الأمم المتحدة يوما عالميا للتلفزيون 21 نوفمبر من كل عام، وده اعترافا بتأثير التلفزيون المتزايد في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المنازعات والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، ودوره المحتمل في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية. أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 205/51 المؤرخ ب 17 ديسمبر 1996 أن يوم 21 نوفمبر من كل عام يوما عالميا للتلفزيون. ليس اليوم العالمي للتلفزيون احتفاء بأداة بقدر ما هو احتفاء بالفلسفة التي تعبر عنها هذه الأداة، فقد غدا التلفزيون رمزا للاتصالات والعولمة في العالم المعاصر. في يومي 21 و 22 نوفمبر 1996 عقدت الأمم المتحدة أول منتدى عالمي للتلفزيون، حيث التقى كبار شخصيات وسائط الإعلام تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة الأهمية المتزايدة للتلفزيون في عالم اليوم المتغير، وللنظر في كيفية تعزيز تعاونهم المتبادل. ولذلك قررت الجمعية العامة اعتبار يوم 21 نوفمبر يوما عالميا للتلفزيون احتفالا بذكرى اليوم الذي انعقد فيه أول منتدى عالمي للتلفزيون. وجاء هذا الحدث بوصفه اعترافا بالتأثير المتزايد للتلفزيون في عملية صنع القرار، وهو معني الاعتراف بالتلفزيون كوسيلة أساسية في إيصال المعلومة إلى الرأي العام وإيصاله والتأثير فيه أيضا. فانطلق أول إرسال تلفزيوني للتلفزيون المصري في 21 يوليو عام 1960، وكان يغطي في البداية منطقة القاهرة والمناطق المحيطة بها، وتم اتخاذ قرار بدء إرسال التلفزيون المصري في منتصف الخمسينات، إلا أن القرار تأخر بسبب العدوان الثلاثي على مصر، وتأخر قرار تأسيس التلفزيون حتى أواخر عام 1959، وحينها تم توقيع عقد بين مصر وهيئة الإذاعة الأمريكية لتزويد مصر بشبكة للتلفزيون، وتم الانتهاء من إنشاء مركز الإذاعة والتلفزيون عام 60. ماسبيرو يعتبر مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري ماسبيرو من أقدم المؤسسات التلفزيونية في العالم، حيث تم تأسيسه في عام 1960 في عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر، وكان التلفزيون المصري شاهدا على العديد من الأحداث التاريخية التي حدثت في التاريخ المصري الحديث. فبعد أن كانت مصر من أوائل الدول التي تتبنى فكرة الإذاعة، كانت أيضا سباقة بالنسبة للتلفزيون. وفي 21 يوليو 1960 تم أول بث تلفزيوني مصري في التاريخ. بدأ بث الإرسال التلفزيوني المصري بقناتين هما الأولى والثانية،
وكان القرآن الكريم هو أول ما تم عرضه على التلفزيون المصري. بدأ إطلاق أول شارة بث تلفزيوني زي ما قلنا في 21 يوليو عام 60 تزامنا مع الاحتفال بإنجازات ثورة 23 يوليو عام 52. بدأت الرحلة بعرض قناة واحدة لمدة 5 ساعات يوميا تبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم إذاعة وقائع حفل افتتاح مجلس الأمة وخطاب الرئيس الراحل عبد الناصر ونشيد وطني الأكبر، ثم نشرة الأخبار والختام كما بدأ بالقرآن الكريم. كل شيء يبدأ بفكرة، وبدأت فكرة دخول التلفزيون إلى مصر عام 54 عندما تقدم صلاح سالم بمشروع إنشاء إذاعة جديدة ومحطة تلفزيونية فوق جبل المقطم إلى الرئيس جمال عبد الناصر، ووافق عبد الناصر على المشروع. تولى المهندس صلاح عامر وكيل الإذاعة للشؤون الهندسية مسؤولية المشروع، واعتمدت الحكومة مبلغ 108 ألف جنيه لإنشاء مبنى الإذاعة والتلفزيون على مساحة 12 ألف متر بشارع ماسبيرو بكورنيش النيل. عمل على تصميم الاستوديوهات ومحطات الإرسال ودراسة وضع نوال التلفزيون فوق جبل المقطم، وأعلن عن استيراد مصر لأجهزة اتصال حديثة خلال عام 56، غير أن العدوان الثلاثي على مصر أوقف مسيرة المشروع. أعاد الدكتور عبد القادر حاتم وزير الإرشاد القومي الإعلام العمل على المشروع مرة أخرى في يوليو 1959، وعرض المشروع للمرة الثانية على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وبدأت مرحلة التنفيذ الفعلي، وفتحت أبواب تقدم العطاءات لتنفيذ المشروع الذي استغرق العمل عليه 6 أشهر فقط ليبدأ الإرسال في 21 يوليو عام 1960. سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش كنت تستنى ماما لما تيجي؟ انت قلبت المج. حسب الله ونعم الوكيل. طيارتها وخدتها، ايه اللي مزعلك؟ ده لازم تستأذن. يا بوجي لا لا، مالكش حق.